الأكلة دي البيت كله بيحبها وبيعشقها حقيقي. ممكن ناكلها الصبح وممكن ناكلها بالليل، بتدف كده وخفيفة ولذيذة، طعمها حلو جدا. أنا طبعا بجيب باكو شعرية، بحط له قطعة زبدة وافضل احمر فيه. لازم تحمريه على اساس تقلبي فيه كويس علشان كله يبقى لون واحد. وبعدين اول ما تحس ان هي خلاص بقت، يعني شوفي اللون بقى لونها يعني اتحمرت كده، زودي ميه. احنا لازم نسويها الاول شويه في الميه، وبعدين حطي السكر على زي ما انت عايزه. اذا كنت عايزاه محلي او يعني شويه، حطي السكر اللي انت عايزاه. واول ما تشرب الميه بتاعتها ابدأي زودي اللبن. في المرحله دي هي الشعريه مستويه. ممكن تزودي باكو كريم شانتيه، انا زودت باكو كريم شانتيه بس انت ممكن لو عايزه معلقه نشا ممكن تعملي، ممكن تخلي بس باكو الكريم شانتيه. وبعدين تحطيها في الاطباق على قد ما انت عايزه، 3 اطباق 4 اطباق، بتبقى حلوه جدا. ما تنسونيش في اللايك والشير والكومنت. وشكرا ليكم ولمتابعتكم بجد، انا متشكره جدا.